الله وتطلع باذن الله. وريني كده اهي بولت اهو عايم اهو، بولت حلو اهو، بولت كبير والله عايم اهو، شايفه؟ لا مش قانون بولت يا عم، ده بولت كبير والله اهو. شد الرمال اقطع، وريني يا عبد السلام. مش هتسلك دي سبحه. هات بس هات الخيط عليا. ماشي، لا هنجيبه ونجيب السمك. هات بس الخيط قبل ما تسيب. هات يا جدع انت وحظك دي بقى، هي حظوظ. بتصبر عليه؟ لا مش هتسلك من السبحه، انا عارف الحوشه اللي هنا. اطلع بقى بالسمك، السمك اهو، اطلع بقى بالسمك، لم السمك اهو، بالصلاه على النبي اهو، شايف؟ عيب يا باشا، عيب يا باشا اهو عيب يا كبير اهو. هتقطع بس ده المصري استاذ، المصري استاذ. جبت له السمك اهو. عم سويدة جبت له السمك اهو. عم بعد ينفع كده؟ والله العظيم ما تاكل يا جدعان. انا بصورك فيديو من ساعه ما هو عرض، كنت بصور اصلا فيديو. والله تسلم ايدك يا عم مصر. اهو يلا يا باشا اهو. ايه الشغل الحلو ده؟ حبيبي على السلامه. وهو الراجل بيلم اهو. قلت له ايه، اقطع فرده اديني الفرده الثانيه. ما قطعتش على فكره. الحمد لله. لكن من سلك السبحه من قناه المصري تعليم سيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب واحسن حال. ربنا يبارك فيكم جميعا، وانا فرحان بالاسئله اللي بتيجي. وطبعا كانت بعض الزملاء بتسال انت ازاي بتطول 3 متر وبترمي جوه. طبعا خلينا نطول 3 متر اهو قدام منكم اهوت. دول 3 متر هم بالظبط كده، او يمكن 3 متر وشويه من الفيل للرصاص في ايدي اهو. الرصاص في ايدي اهوت، وبتنزل زي ده. طبعا الميه حاميه، فقلنا هنثبت الغماس فيها. هنزل انا كده اهو، اروح مثبت الغماز، هديله مثلا بتاع متر كده بوش، واروح حاطط الغمه بتاعتي ومثبتها زي كده. بالنسبه لتثبيت الغماز، السمك لو ضرب الفله ضربه والثانيه، ريح ايدك بالراحه كده وسيله ورد عليه على طول، هتلاقي السمك معاك. ده بالنسبه للي هرمي. طبعا عشان اطول 3 متر لازم الغمه بتاعتي تكون كام؟ 5 متر، تكون 6 متر، ده 4 متر ونص، لان طبعا لسه في فرق الرمال. فانت عشان ما تضايقش نفسك لازم تبقى الغابه اطول من 3 متر. اما لو انا غبت 3 متر مش هينفع طبعا اطول 3 متر. ولو عملت غماز حر في المايه اللي هي زي هنا، زي اللي فيها حجاره وفيها حاجات زي كده، مش هينفع فيها الغماز الحر لو غبت قصيره. غماز حر يعني الغماز ايه، رايح جاي، مش ثابت في مكان مش ثابت في مكان، اللي هي الخرزه بس والجلده هم اللي ثابتين، والغماز بيتحرك لغايه اخرهم. فطبعا الغماز الحر مش هينفع في المايه ديت ان انا اشتغل عليه، ان اقطع رصاص كتير. فلازم يكون الغابه بتاعتك اطول من 6 متر، اطول من 5 متر، اطول من 7 متر، ولو 8 متر زي اللي في ايدي يبقى احسن. الناس اللي كانت بتسال على موضوع الغابه اسمها بينفنج، هي ممتازه بصراحه ربنا لغايه النهارده، ممتازه جدا جدا. هي 8 متر بينفنج، انا كنت جايبها من 3 سنين ب 600 جنيه، يعني انا سالت عليها دلوقتي قالوا لي في اسكندريه تعمل لها حوالي 1000 جنيه. فما اعرفش برده كلها عندي مين. المكن اللي بشتغل بيه دايوه مقاس 1000. ليه بتشيل 25 متر خيط، 30 متر خيط من ال 30 او ال 35؟ لان بستهلك خيط كل يومين 3 بتغير الخيط عشان ما تقطعش فيل، ما تقطعش رصاص. ومن الاحسن ان انا ممكن اقلب الخيط مره ومره الثانيه اغيره. ده بالنسبه للي بنتكلم عليه. بالنسبه للرمال، عشان الناس بتقول رمال طويل رمال قصير، اشوف بس حاجه هحط فيها الغابه ديت. معاك رمال هنا يا محمود اهو، احنا لسه مرمدين اهو. بالنسبه للرمال اهو، وانا ارمل للناس رمال. ده بالنسبه يا جماعه زي ما قلنا اختيارك للارض لازم تكون ارض فيها حوش، يعني حجاره مفتحه. يعني ايه حجاره مفتحه؟ يعني بين الحجر والحجر تلاقي فيه مسافه، بتلاقي ممكن يتقطع منك رصاص، يتقطع منك وش. هي دي اللي بيمسكها السمكه، الاراضي دي هي اللي بتمسكها السمك. وزي ما قلنا في المايه الحاميه لا ثبت، قدرت تمشي مشي، قدرت تسرح وتسرح ببطء لا سرح ببطء هتاخد سمك. في الافضل التثبيت، وهي ضربه السمك بيضربها ضربه، تاني ضربه لا رد عليها تلاقي السمك واخد الحديد بتاعك كويس. احسن صنار بنشتغل بيه، في ناس بتحب صنار ام كرش، وفي ناس بتحب الدياره العدله اللي هي المعلقه الطويله، دي شغاله ودي شغاله. بس المهم يكون نوع الصنار زي ما قلنا سلكه رفيعه وسلكه حاميه، والراجع بتاعها يكون كويس زي اللي هتشوفوه دوت كده. وانا برمله محمود بيطلع صنارتين كده ارملهم، واقول لكم طول الرمال اللي انا طول عمري برمله اهو. بص يا جماعه بكل امانه الرمال اهوت. الاول انا بسيب، ما بقطعش الخيط، يعني برمل الاول وهو البقره ما اقطعش منها الرمال.
باخد اللفه بتاعتي اهيت دايره اهي، ايدي الشمال اهي وايدي اليمين اهي. الدياره دي بنسميها الدياره، نشرحها تاني، دي اسمها لفه السناره دي الدياره، دي 515 ده 500 السناره دي 515. ادي السير بصوا ده الدق اللي هي حاميه، الدقن بتاعها الراجع بتاعها كبير، فدي اللي بنشتغل بيه. وممكن ال 421 كويسه برضو اللي هي ام كرش، وابدا الف السناره بتاعتي من بره كده وداخل على ايدي الشمال اهي، والفها كاني بلف سوسته. خدت لي 10 لفات زي كده، اروح شادد ايه الفتله بتاعتي واحرق عليها كده كويس اهي، واقص الزياده اهي، مفيش حتى فيها طرف عشان خاطر ايه ما تخش في الطعميه وانت بتدككها. وباخد 60 سم كده و20 سم تاني بعديهم، وبروح قاطع الخيط بتاعي. وادي نفس الحكايه اهي، الفتله الثانيه اهي، ادي الصناره اهي، وادي الدياره اهي برضو ناحيه ايدي اليمين، والمعلقه في ايدي الشمال، والف نفس اللفه اهي. رمينا رمال عم محمود تاني، وهو نفعوا ان احنا ايه، واروح قاصف الزياده وارص السنارتين اهو، ادي كده بخلي فرق وبين الفرق والثانيه اهي 60 سم 70 سم من دي لدي، فرق بينهم 10 سم. واروح عامل الخيه بتاعتي اهي. ده الرمال اللي انا برمله على طول بالنسبه للاراضي الحجر. بالنسبه ان انا هشتغل على ارض حجر اهو، ده الرمال المناسب. يعني ما في ناس بتعمل رمال 2 متر، في ناس بتعمل رمال متر ونص، لا ده الرمال اللي انا برمله على طول اللي الناس بتسال عليه. والطعمايه بتككها لحد ما تعدي المعلقه زي كده، وبروح اسيب بقيه الطعمايه كلها مدلدل. قصفت بغيرها، طيب لونها غير من الميه بغيرها. ليه؟ السمكه بتحب الحاجه ايه؟ الصبحه، الدوده بتلعب بتستفزها، ما يبخلش في الطعميه، ما يبخلش في الطعمايه، ده المقصود فيها. هياخد سمك، هتاخد سمك، وان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم. دي كانت الاسئله اللي جات لنا، ويا رب نكون ان شاء الله قدرنا نجاوب عليها وقدرنا نوصل المعلومه ليكم. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ونشوفكم بالليل بقى ان شاء الله واحنا بنصطاد، وربنا يرزقنا ونجمع سمك حلو ويرزق الجميع يا رب. تحياتي ليكم، اخوكم محمد المصري. بسم الله ما شاء الله يا رجاله، شراي هذا، الله يبارك فيك يا حاج ابراهيم، والله بسم الله ما شاء الله، يا رب يخليك يا حاج. الميه ظبطت وممكن تاكل، بس محمد زي ما انتم عارفين قالوا ويلا نمشي يلا نمشي، فنقوم نمشي عشان الساعه 12:30 واحده اهي، ونتكل على الله. هنعمل ايه بقى؟ بعد كده مش هيجيبوا معايا تاني. انا طالما اليوم اتضرب بالنسبه لي خلاص. لا كل مره بيرجعني كده والله، وما اقدرش اسيب. انا هيبقى ليا هوا ان انا اقعد لا السمكه والسمكه اللي بتوع بسم الله ما شاء الله حلو. الميه تظبط والله يا جماعه، الهوا كان جامد قوي، وضربنا سمك الحمد لله واستفتحنا والدنيا تمام، بس الهوا بيت والراجل اللي معانا تعب ولا انا عايز امشي، فهنضطر نمشي انا وعبد السلام. وان شاء الله نشوفكم في متعوضه ان شاء الله. زي ما قلنا كده، السمكه تاكل تثبت لها في الميه الحاميه، السمكه السمك بيضرب روح. بس بقى تروحي في الميه بقى، تعالوا نشافوا بقى هنا كده، نشافوا هنا بقى، نشافوا نقعدوا في الظل على رأي عبد السلام. الله الحمد لله، بارك الله فيما رزق. اللي يهم يا جماعه في موضوع اختيار الدور، لازم يكون الدور خبا عشان السمكه صحي. صلي اللهم صل على النبي. ده كان اول استفتاح يا جدعان اهو، بسم الله ما شاء الله، بولت زي الفل. الله اكبر. فطبعا اختيارك الدور لازم تكون المايه غويطه، والمايه طالما انت بتقطع فيها كتير، لا اعرف ان المايه كده يعني عليها حوش وعليها سمك، وبالذات لو قطعت رصاص. يعني انت لو الغماز بتاعك وانت بتظبط الارض لسه والطول بتاعها، لا الحجاره مفتحه، يعني معنى كده ان مسكها سمك. دي اختيارنا للدور، ان احنا بنختار الدور على الدور يكون غويط. لو حجاره تكون مفتحه، مش حجاره مطميه. في حجاره بتبقى مطميه، الطمي بتاع النيل جه عليها كام مره فاتقفلت الحجاره، فتحس انك انت راميها على رمله. غير لما يكون بشتغل على الجروف الصريحه لا بتاكل. يعني الجروف اللي من دول الجو اول ما هيبرد الجروف هتاكل، وهتاكل كويس، وهنتكلم هتاكل في الجروف ليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. لكن هو اختيارك للدور لازم تختار ارض غويطه ويكون عليها حوش. طالما عليها حوش لا هيقع معاك سمك. غير كده بقى بتبقى لو المايه فله ماشيه ومفيش حوش، لا مفيش سمك هيمسكها. السمكه دايما على طول ماسكه الحوش. بنقطع رمالات كتير يعني انا ممكن اقطع لي 20 رمال بتاع، مش مشكله، بس اهم حاجه انت بتوصل للاستمتاع اللي انت بتدور عليه. احنا كده بنجيب السنار نقطعه، فنقطعه بفايده
ونقطعه، ما نزعلش، متقطع بس رمال، تقطع 2 تقطع 3، انت كده كده بتجس الدور، بالذات لما تكون ارض جديده زي اللي احنا بنشتغل عليها كده. بتعرف بقى سمكتها فين، السمكه دي رفيعه، لا السمكه هنا كبيره، بتبتدي انت تظبط نفسك على الدور. ده اللي اقدر اتكلمه معاكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم في لقاء تاني. تحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.